كان يا مكان في قديم الزمان في غابة بعيدة كان هناك أرنب صغير يدعى أرنوبي. كان أرنوبي معروفا بسرعته وشجاعته، وكان يحب القفز بين الأشجار والاستمتاع باللعب مع أصدقائه الحيوانات. وفي يوم من الأيام بينما كان أرنوبي يلعب مع صديقه سنجوب رأى أرنوبي شيئا يلمع بين الأعشاب. اقترب أرنوبي منه ليكتشف أنه كان ثعلبا يعرف بين الحيوانات بخداعه ودهائه، وكان اسمه ثعلوب. قال الثعلب ماكر: أهلا أرنوبي، هل ترغب في الانضمام إلى لعبة جديدة؟ توقف أرنوبي وتساءل: لعبة؟ ما نوع اللعبة؟ أجاب ثعلوب بكل ذكاء: إنها لعبة الاختفاء، أنا سأخفي شيئا وعليك إيجاده، وإذا وجدته أسرع منك ستحصل على جائزة، ما رأيك؟ فكر أرنوبي قليلا وقال لنفسه: أنا سريع جدا ولن يستطيع ثعلوب أن يغلبني. فقرر أن يوافق. بدأت اللعبة وثعلوب أخفى الجوهرة اللامعة بين الأشجار الكثيفة. بدأ أرنوبي البحث، يقفز بسرعة ويراقب كل زاوية، لكن في كل مرة يقترب من الجوهرة كان الثعلوب يظهر بطريقة ما ويخدع أرنوبي ليبتعد عن المكان الصحيح. تعب أرنوبي وأدرك أن ثعلوب ماكر، ولكنه لم يستسلم. فكر في حيلة لجعل ثعلوب يبتعد قليلا، فصاح قائلا: أعتقد أنني رأيت شيئا في الماء بجانب البحيرة، سأنظر هناك. وفد ثعلب مسرعا إلى البحيرة ليبحث، وحقق أرنوبي فرصته وقام بجولة واسعة للبحث في المنطقة التي كان يعتقد أن الجوهرة مخبأة فيها. وبمجهوده الذكي استطاع أرنوبي أن يعثر على الجوهرة المخبأة في جذع شجرة كبيرة. عندما عاد ثعلوب ولم يجد شيئا في البحيرة، أدرك أن خطته لم تنجح وأن أرنوبي قد تفوق عليه. رجع ثعلوب معترفا بخسارته، وقال لأرنوبي: أنت ذكي جدا، هذه الجوهرة لك كمكافأة على تفوقك. شكر أرنوبي ثعلوب، وعاد إلى أصدقائه ليحكي لهم عن مغامرته مع الثعلب الماكر، ولينتبهوا دوما لمن يثقون فيه أثناء اللعب.